قبل ما نبدأ ما تنسوش الدعاء لإخوانكم في كل مكان، نسأل الله أن يفرج عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم من الأيام وأنت ماشي في السوبر ماركت بتلاقي نفسك من غير ما تحس بتشد كيس شيبسي، قطعة شوكولاتة أو علبة آيس كريم، وفي نفس اللحظة بتفكر في الكرش اللي زاد، البنطلون اللي ضاق، النفس اللي بقت تقيلة جدا. أهلا بيكم في قناة سؤال في السريع. أنا مصطفى بسيوني والنهاردة هنجاوب على سؤال محير ناس كتير: ليه سهل تتخن وصعب تخس؟ بس اللي لسه جديد في القناة ما تنساش اللايك، اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. احنا كبشر أجسامنا اتبرمجت من أيام ما كنا عايشين في الكهوف، زمان قوي قبل ما يبقى فيه سوبر ماركت أو مطاعم. كان الأكل اللي احنا بناكله ده كان أكل نادر، ممكن تقعد يومين تلاتة من غير أكل. فاللي جسمه كان بيخزن دهون بسرعة وبيحتفظ بيها هو اللي كان بيعيش، واللي جسمه ما بيعرفش يخزن كان بيموت من الجوع بسرعة. يعني ببساطة جسمك اتبرمج انه يخزن مش يصرف، ودي اول مشكلة. مخك بيحب السكريات، هتقولي ليه؟ عشان زمان كانت الفاكهة نادرة والعسل نادر، فلما تلاقي سكر لازم تاكل منه كتير عشان جسمك يخزن طاقة تكفيك لأيام. دلوقتي بقى السكر موجود في كل حتة، بس المخ لسه فاكر انه نادر، عشان كده لما تشوف حاجة مسكرة بتشتهيها حتى لو مش جعان. والكارثة الأكبر إنك لما تاكل سكر أو دهون جسمك بيفرز الدوبامين. الدوبامين اللي هو هرمون السعادة، فبتنبسط وتحب تعيد التجربة تاني وتالت، زي الإدمان بالظبط. في ناس كتير لما تزعل تاكل، لما تفرح تاكل، لما تزهق تاكل. يعني الأكل بقى حل نفسي مش جسدي. زمان مفيش حاجة اسمها شوكولاتة ترفع المزاج. وطبعا لما تاكل كتير وزنك بيزيد، فتزعل فتاكل أكتر، وتدخل في دايرة مفرغة صعبة تخرج منها. المشكلة إن جسمك مش بيحب يخسر دهون. لما تقلل الأكل الجسم بيعتقد إن في مجاعة جاية، فبيروح يقلل الحرق ويوفر الطاقة. يعني كل ما تقلل أكلك جسمك يقلل استهلاكه ويحاربك. والأصعب من كده إن جسمك بيبدأ يطلب أكل أكتر، تلاقي نفسك جعان تعبان مش قادر تفكر. ودي طريقة دفاعه عن نفسه عشان ما تموتش من الجوع زي أجدادك زمان. رغم كل ده ممكن تخس وتعيش بصحة وبذكاء. أول حاجة الأكل الطبيعي، لو أكلت أكل حقيقي، خضار فواكه بروتين، الجسم هيتعامل معاهم صح، بعكس أكل المصانع اللي مخك بيحبه وجسمك بيكرهه. ناس كتير مش بتشرب مية كفاية، بس المية مش بترطب جسمك وبس، دي كمان بتقلل الجوع الكداب. ساعات بتحس إنك جعان بس الحقيقة إنك عطشان، فكل ما تحس بجوع غريب جرب تشرب كوباية مية واستنى 10 دقايق، ممكن تلاقي نفسك مش محتاج تاكل أصلا. لو بتسهر كتير وتنام متأخر جسمك هيبدأ يطلب طاقة زيادة، وده بيخليه يطلب خصوصا أكل السكريات. النوم الكويس بيروق جسمك ومخك وبيخلي هرمونات الجوع تشتغل طبيعي من غير أي لعب. الضغط النفسي بيخلي ناس تاكل كتير، خصوصا أكل مضروب زي الشيبسي والشوكولاتة والسكريات. حاول تهدي نفسك وجرب رياضة خفيفة، امشي، خد نفس عميق، أو حتى تكتب اللي مضايقك. مش لازم كل يوم تروح جيم ولا تجري ماراثون، مجرد انك تتحرك، تتمشى، تطلع سلالم، تتحرك كل ساعة، ده بيخلي جسمك يستخدم الطاقة اللي عنده بدل ما يخزنها كدهون. خلي الاكل قدام عينيك، يعني ايه؟ لو قاعد في بيت كله شيبسي وحلويات جسمك هيتلخبط وهتستسلم. بس لو قدامك دايما خيار صحي، فاكهة، خضار، مكسرات، هتبدأ تختارهم صح. وبكده يبقى جاوبنا على سؤال النهارده. لو لسه جديد في القناه احب اقول لك نورتنا. اعمل اشتراك بقى عشان نشوفك كل فيديو. شكرا على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.